أهلا بكم في قناة أحمد فتحي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مبيت الطفل بحد أقصى اليومين، اللي هو الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية. إيه معنى الكلام ده؟ الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية والرؤية من أبرز المشكلات وأكثر أسباب القضايا. الطلاق بيتم، الزوج بيطالب بالرؤية وبياخد حكم بالرؤية وبيحصل بقى مشاكل وانتوا فاهمين والكلام ده كله. طيب، أكثر الأسباب القضائية التي تعج بها محكمة الأسرة والمحاكم الأخرى، وقد تقدمت الحكومة العام الماضي من مشروع قانون حول هذا الأمر من أجل تنظيم الاستضافة. الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية. إيه بقى الاستضافة؟ تضمن تضمن مشروع الحكومة تنظيم الاستضافة والرؤية. والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية مواد الرؤية، إذ ينظم القانون الاستضافة بعدد ساعات، ركزوا في الحتة دي، لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا و10 مساء. وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة. ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، ليه يومين كل شهر. وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت. ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة. تمام. طيب، قانون الأحوال الشخصية. أكد قانون الأحوال الشخصية أن المحكمة لا تقضي بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات. يعني لو سنه 4 سنين 3 سنين ما يحقش ليه الاستضافة، لازم من 5 سنين وانت طالع، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة. ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول. وينص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحظون أو سفره. يعني ما ينفعش أنا أخد الطفل في الاستضافة أغير اسمه أو أسفره خارج البلاد، تمام، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الولدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. يجوز إيه في الاستضافة؟ يجوز في الاستضافة بحد أقصى يومين كل شهر. في هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن. ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام. عقوبة الحبس مع الشغل. إيه بقى الحظر في الموضوع ده كله؟ يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه كل حاضن حالة دون تمكين صاحب الحق في الرؤية. يعني أنا دلوقتي لو الزوجة منعت الأب في الرؤية تتعاقب الغرامة 1000 جنيه أو 5000 جنيه، أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط. ويعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الطفل. يعني الأب خد الابن استضافه عنده ما رضيش يرجعه تاني لمراته، يتعاقب برضه مدة لا تقل عن 6 شهور. تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة هذه الأمور. تابعونا في القناة للاستفادة بالمعلومات القانونية والعقارية. شكرا لحسن استماعكم.